هلاو. تعالي اليوم نحكي شوية عن ذكريات البداية. طبعا اكو شغلات محتفظة بيها وراح اخليها اصورها فيديو حتى تبقى إلي يعني، وانتو همين تشوفون شلون بدايات وبعدين شلون يتطور الشغل شلون يصير آه، توفيق من الله يعني. طبعا هذا أول ردن إلي اشتغلته. تقريبا كانت أول طلبية هذا. البنية بوقتها اختارت فستان منفوش ومدي ولون وردي. طبعا احنا سويناه وكملته وخلصته. شوف ايش قد حلو النظافة يعني، حتى خياط شي ما اكو. بس الحلو بالموضوع انه هاي الردن حتى وصلت هيجي فاحتفظت بيها. تقريبا اني 7 مرات عدت الردن، وعلى مدار 3 ايام يلا صار عندي الردن مثل ما هو. آه يعني مثل ما هي طلبته حلو يعني، بحيث انه على كل شي. طبعا انا كثير واجهت صعوبات يعني، يلا واحد يتعلم مو بسهولة. وخاصة الناس صراحة اذا تروحون تسألون احد ما يعلمون. فكلش كان صعب عندي الموضوع، حتى انه تعلمت وسألت وخسرت فلوس كثير يعني مو شوية، حتى انه وصلت للتصميم اللي اي تصميم مثلا مطلوب يتنفذ. طبعا هاي كان ذكرى ردن. وكان عندي ذكرى حلوة همينة النوع القماش. كان عندي مشاكل بأنواع الأقمشة بالبداية، ما كنت أعرف ولا شي يعني، من اللي يقول لكم من صفر بديت، لا أنا من تحت سالب يعني. بديت يعني كل شي ما كان عندي ولا معلومة، وتخصصي أصلا بالدراسة يختلف كامل عن تصميم الأزياء. فهذا كان أول شي الستان. ستان بيه طبعا كثير أنواع، يمكن ب1000 نوع ستان يعني، كل قماش بيه نوع ستان موجود بيه. فهذا الستان حتى توصلت إنه يوصل للفساتين كان كلش فرحة كبيرة إلي. شي ثاني هو الفازلين. طبعا الفازلين يمكن أنا استخدمت 7 أنواع 8 أنواع. هذا كان أول شي، كنت يا محل أفوت أخذ من عنده هاي شوية أو هالقد شوية. كنت أقعد أجرب بيه. طبعا هي بس هذا، شوفوا هذا والسيمة الذهبي. هذا بيه 5 ماركات يجي بيه. فأكو حسب الماركات، أكو قطنية، أكو ماركات تصير مثل خشب، اكو ماركات توقفه كامل، وبيه كثير أنواع. فهاي كان من الذكريات مالتي، إنه أنا كنت أي محل أدخله كنت آخذ هالقد تقريبا يعني، تشوفوا ما يتعدى 3 أصابع. وكنت أسوي بيه أجرب مثلا بهالقد، كنت أقعد أجرب هاي هيج شوية هالقد كمية، كنت أقعد أسوي بيها فستان صغير حتى أشوف إنه ينجح عندي الفستان أو لأ. فلا تشوفوها سهل الموضوع، ولا تيجي وحدة تقولي هو المتر بهالقد تاخذيه وتسوين هيجي. الشغلة الثانية وكلش فرحت بوقتها لما تعلمت هاي. هذا كان عندي أول واحدة أنا أسوي. شوف إيش قد خسرت، اللي يعرفون خياطة راح يفتهمون إيش قد هذا غلط. بس الحمد لله والشكر صار. وشغلة ثانية، أني بعد ما مارست المهنة تقريبا ب3 سنوات يلا وصلت إنه نوع القيطان الخاص بالفساتين. صراحة ما حد كان يحكي لي، ولا أحد لحد الآن ينطي معلومة. وإذا أحد ينطي معلومة مثلا لازم نعطيه فلوس يلا يحكي لنا فد شي. وهذا بعدين شوفوا توصلنا أخير شي لهاي النتيجة. مو أخير شي يعني، كان للتعليم يعني، إنه شلون أسويها مو من شوفوا مو من طرفين أسوي، لازم تصير من طرف واحد، ولازم تكون زينة وما زايد. هنا طبعا هذا همينه خطأ عندي. أخير شي الحمد لله والشكر هسه وصلنا مرحلة الإتقان بفضل الله تعالى. بس هذا يعني نموذجين كلش بسيط من الآن سويته حتى بس نتعلم للبدايات. أقصد إنه ما تستسلمون أبدا. طبعا شغلة ثانية هي الكوي مال حافة الفساتين. أقول دائما شلون يكون بدون خياط ما مبين شي. ما كنت أعرف صراحة، وكنت من أسأل كان يقولوا لي هذا جهاز خاص. بس بعدين اكتشفت إنه لا مو جهاز خاص، هاي مادة خاصة.
لاصقة تكون، نخليه على القماش ونكويه ونرجع هيجي نقلب القماش مرة ثانية ويصير يعني ما بي أي مكان مع الخياطة تظهر. شوفوا هذا أنا هسه دا أصور لكم الفيديو وأني لحد الآن ما لاقية هذا نخليه بالأطراف مال الفساتين عفوا بالفساتين مال الأعراس. لحد الآن أنا ما لاقيته يعني ما أكو ما حد يعني ينصح حتى أبو المحلات ما يجيبون هيك شي. أنا عايشة بمنطقة شوية ما يشتغلون فساتين أعراس هيك شي، يعني الكل اللي يشتغلون يمكن 2 3 فقط، وكلش ما يقبلون يعلمون يعني. الشغلة الثانية وكلش فرحت بيها لمن أني سويت الجيبون. الجيبون اللي هي هذا النفش اللي يصير جو الفساتين. فكان عندي مشكلة أيضا إنه شلون نصنع من وين أجيب هاي اللي يخلوه الشريط وداخله يخلون السيخ. طبعا كلش يعني فرحت لما ما فكرت وجبت ماكينة أوفر. وإنه قصيت على كذا سنتيم مطلوب. وبعدين شوفوا ضربت الأطراف. وبعدين بالخياطة راح أمشي على هذا الأوفر ويمسك، فاللي يحب يجرب كبدايات هاي كلش طريقة ناجحة. وطبعا أنا سويت بالأمتار، مو هيك يعني سهل الأمر يعني، حتى إنه صار عندنا كمية طبعا ياخذ وقت كثير، بس شنو كتكلفة بالبداية إنه واحد ما يعرف يتعلم لا كلش زين يعني. شغلة الكلش فرحت بيها هي كانت هاي إنه كانت يمكن هاي راح أخبقيها ذكريا. هاي حتى سويتها هيجي يمكن أني خسرت إذا أقولكم شهر أنا أجرب بيها، أني شهر أجرب بس حتى أشوف شلون نثبت هاي الوردة يعني تكون ثابتة، ما تكون هاي ذبة روحها هيجي. شوف شلون ما نخلوها كل ثابتة هيجي. هذا طبعا مواد خاصة بي، وحتى جبت هاي المادة الخاصة أنا عيوني طلعوا اثنيناتهم كهرباء راحت. بس عادي يعني الأمور كلها تمشي بتوفيق رب العالمين. وشي عندي باقي ثاني اللي هو كان السيخ. السيخ هو اللي نخليه بالجيبون. طبعا هذا السيخ أنا بقيت أدور لا يمكن ما بقيت بيج، ما بقيت محافظة ما رحت لها، ما بقيت شي ما سويت حتى بس أنه أوصل للسيخ. الحمد لله بالأخير وصلنا له. والسيخن بأنواع بأشكال بأحجام رفيعة أكو ثخين أكو للفساتين أكو للأطفال. أكو كثير أنواع يعني. طبعا اللي يحب أي سؤال أنا أجاوبكم عادي بالتعليقات، أو تابعوني على البيجات البقية مالتي وأجاوبكم إن شاء الله. وطبعا عندي شغلة ثانية بقت هاي أنا كلش أحبها طبعا، اللي هي الرقبة. طبعا هسه سألوا أي واحد خياط كبداياته يقولك أصعب شي بالدنيا هي الرقبة، حتى إنه نجيبها بهذا النظافة. طبعا هاي كانت عندي فستان عادي وفتحته وسويتها باترونات، وبعدين قمت أشتغل عليها وكنت أخلي هذا على قياس الزبونة، شوف ايش قد يحتاج طول وعرض أكثر، وكنت أضيف لها. طبعا هاي كلها بدايات بس هسه لا حاليا لا يعني هذا كله بقى بس يجي أصور للذكرى، لأنه كلش أحب هاي الشغلات، لأنه كان أيام بيها يعني سنين بيها من التعب والشغل والإجهاد والبكي والفلوس الخسارة والتعب والتجارب. حتى أنواع الخيوط للماكينة الخاصة. كل شي كلش يعني تعب كان الموضوع، بس الحمد لله والشكر بالأخير نصل. وهذا أول فيديو راح ينزل لكم من التصاميم بداية إن شاء الله.
ادعوا لنا بالتوفيق، وأي طلب خاص أو جاهز عندنا متوفر إيجار، ومتوفر عندنا آمم يعني بيع خاص حسب الطلب. وشغلة حلوة إنه إحنا أي طلب إحنا ما ننشر صورته إلى أن تلبس الزبونة وتخلص الحفلة مالتها، يلا انشر الطلبية مالتها، يعني كونوا على ثقة ما حد يشوف التصميم مالتكم إلى أن انتوا تلبسوا. تحياتي.